السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير واجعل ايامكم كلها خير، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا ده فيديو جديد، بس قبل ما ادخل في الفيديو واقول لكم في الفيديو ده آه على قصة واقعية وقصة حقيقية وعايزين نناقشها يا جماعة، وعايزاكم تردوا عليا. حطوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اولا انا هطبخ معاكم طبخة النهارده، يعني طبعا كله عارفها، بس انا عايزه اقول لكم ان الكفته دي تمشي في اي طبخ انت بتحبيه. بسله ماشي، عايزه تحطيها في لوبيا ماشي، في بطاطس ماشي، قلقاس ماشي، سبانخ ماشي، بجد سبانخ كمان كوسه. انا عن نفسي بحب اعملها في كل حاجه يا جماعه. كفته ام رز دي نص كيلو لحمه بيعمل لي 3 مرات، 3 مرات اطبخ منه 3 مرات بقى، اشوف عيالي بيحبوا واعمله. يلا ندخل في الموضوع، يلا ندخل في الموضوع. هاقول لكم يا جماعة، كان في زمان في ست، والست دي كانت دايما كل يوم تطلع، يعني كانت يعني شقيانة على ولادها وكده وكانت دايما معتقدة، يعني ان شقاها وتعبها ده في النهاية ان اكيد ربنا شايل لها حاجة حلوة. هو فعلا كان ربنا شايل لها حاجة حلوة وحب ان هو يختبرها، بس لما حب يختبرها اختبرها في ايه؟ في ولادها. الست دي كانت شقيانة على ولادها، وكان جوزها متوفي وكان رامي عليها الحمل كله. ما هو متوفي طبعا، فطبعا هي اللي شايلة الليلة كلها. طب الست دي كانت تكل أو كانت تتكلم أو كانت، لا لا والله يا جماعة، كانت كل يوم تطلع على شغلها وتسأل الله إن ربنا يرزقها برزق ولادها، لحد ما ولادها كبروا بسم الله ما شاء الله واتجوزوا. الست ديت جات لما حست إن هي بقت لوحدها في البيت وكل ولادها اتجوزهم طبعا وطلعوا بره. هي حبت تشوف ثمرة كفاحها واللي هي عملته في ولادها، وتشوف لما تقول لولادها يلا خدوني عندكم، عايزة أقعد معاكم وكده. يعني هنا أسبوع هنا أسبوع هنا أسبوع. هي كانت مخلفة ولدين وبنتين، ولدين وبنتين. طبعا البنتين مش في حكم نفسهم، عشان طبعا هم عشان جوازاتهم وكده. طيب الولدين يا جماعة مراتاتهم، يعني برضو يعني امك هتيجي ليه؟ طب ما هي زي ما تيجي تقعد عندنا يبقى تقعد عند اخواتك كمان البنات. المهم ايه، الست جت فهو قال لها طبعا هو محرج من امه، تعالي يا امي تعالي يا امي، وإن ما شالتكيش الارض نشيلك على راسنا. فالست قالت له طيب خلاص يا ابني انا هجيب شنطة هدومي واجي، انا هجيب شنطة هدومي واجي. فقال لها ده انت تيجي تنور الدنيا. المهم راحت، ما لقيتش الاستقبال حلو زي ما هي كانت متوقعة. تمام. طيب مستنية تعليقاتكم بقى، إيه هتقولوا لي ايه رأيكم في اللي حصل، وهتقولوا لي التاني. طب التاني كان ايه رأيه؟ هقول لكم. راحت هناك وكانت بكل شوق وبكل حب مستنية تشوف مرات ابنها هتعملها ازاي. المهم ان مرات ابنها قابلتها نفس مقابلة الأولى، برضه عايزة تقولوا لي ايه رأيكم في مرات الابن الأولى ومرات الابن التاني. طيب هي حست لا في ترحيب هنا ولا في ترحيب هنا. طب الست تعمل ايه؟ الست تعمل ايه؟ طيب يا جماعة، الست هتقولوا لي شيرين هي. بص يا جماعة، أنا عايزة أطرح عليكم حاجات كتيرة. لو انتوا مكانها وعندكم بيت أويكم وعيالكم متجوزين كل واحد في شقة، فهل انتي مثلا، يعني كست بيت أو كزوجة أو كأم، انتي موافقة مثلا ان حماتك تيجي تعيش معاكي في البيت وهي أصلا عندها بيت؟ طيب آه السؤال التاني لو انت في يوم من الأيام قلت لأ، طب انت قلتي ليه لأ؟ ليه؟ يعني الناس اللي معايا اللي هتكلمني يا جماعة هتقولوا لي لأ. طيب لأ ليه؟ وإيه الأسباب؟ والناس اللي هتوافق وهتقول لي اه يا شيري عفوا يا جماعة، اه يا شيري عادي تيجي تعيش معانا. برضو قولولي عادي وتيجي تعيش معاك، انت هتتقبليها ازاي وهتعامليها ازاي؟ وكلمة اه مش هتبقى اه وبس، قوليلي انت لو مكان الست دي هتعملوا ايه. ومادام انت وافقتي انها تيجي تعيش معاكي، قوليلي برضو ان انا وافقت عشان ايه. واللي رفضت ان حماتها تيجي تعيش معاها تقول لي رفضت بسبب ايه. شيرين انت بتقولي لنا هي فزوره، اه هي فزوره.
ممكن الحما يكون وجودها مع مرات الابن مش كويس، ويعمل مشاكل لو هي أصلًا بطبعها وِحِش، لو هي أصلًا بطبعها إيه، وِحِش، فاللي طبعها وِحِش ديّة فهي يعني هي حتى لو مرات ابنها عملت لها إيه، هي برضه هتبقى وِحشة. طيب في ناس هتقول إيه، بس هي وهي ربِّت، وهي طبعًا عشان هي ربِّت فهي ممكن تروح عند أي إيه، ولد من دول. أنتِ رأيِك إيه يا شيرين؟ بُصّوا يا جماعة، أنا ممكن رأيي ما يعجبش ناس كتير، وممكن يعجب ناس كتير، تمام، وأنا عايزة أسمع آرائكم، وأنا لو سمحتوا عايزة أسمع آرائكم، وعايزة أسمع كمان آراء لو البنات مكان الأم، لو البنات مكان إخواتهم قصدي، هل أنتِ هتتقبلي برضه إن حماتِك هتيجي تعيش معاكِ؟ طيب جوز البنت هل كان من الواجب إن هو يقول لها مثلًا زي ما إخواتِك مثلًا عملوا وشالوا أمِك مثلًا هي كمان تيجي ونشيلها على راسنا، والّا ده مش من حقه؟ ولو عملها ولو هو عملها، فهو عملها ويشكر على كده، والّا إن هو مش لازمًا أصلًا يعني إن هو يقبل إن هي تيجي تعيش إيه، معاه؟ بُصّوا يا جماعة، هو الموضوع فيه حاجات كتيرة، الموضوع فيه حاجات كتيرة، اللي هيقول ينفع تروح تعيش معاهم يقول لي ليه، واللي هيقول لأ برضه يقول لي ليه، أصل مش في كل الأحيان إن مرات الابن لمّا تقول لحماتها لأ مش عايزاكِ تعيشي إن مرات الابن وحشة، إن مرات الابن وحشة، فإحنا مش عايزين نظلم برضه يا جماعة، ممكن تكون الحما هي بطبعها وِحِش، فأنتِ هتقولي ما هُم دُولة ولادها، عايزة أقول لكم على حاجة، ممكن الحما بتعامل ولادها عشان هي خلّفتهم، هي أحَن عليهم من أي حد، فأكيد هي بتحبهم أكتر من أي حد. فأنتِ ما تعرفيش هي تعامل مرات ابنها إزاي، يعني ممكن تكون بتعامل ولادها حلو جدًا، 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 لكن مرات الابن مش بتتعامل يعني معاملة زي ما ربنا ما قال، ففي الحالة دي طبعًا لا يجوز نحط البنزين جنب النار، لا يجوز نحط البنزين جنب النار، تمام كده؟ طيب لو كانت الحاجة محترمة وكويسة ومؤدبة، ليه مرات الابن ما تعيّشهاش معاها؟ برضه أنا عايزة أعرف ليه، وفهّميني كل حاجة ليه. إحنا طبعًا لإن اقتراح زينب البياتي قالت لي: "يا شيرين احكي القصة بس سيبينا إحنا نجاوب." احكوا القصة وسيبينا إحنا نجاوب. إيه ده يا شيرين؟ بُصّوا بقى الحمد لله إن أنا خلّصت قصتي، أنا مستنياكم بقى تردوا عليَّ. دي شعرية، أنا كان عندي رز بايت حبّة وحبّة، طبعًا نظرًا لغلاء الأسعار كيلو الرز وصل ل19 جنيه، نظرًا لغلاء الأسعار، طبعًا وإحنا يعني البيت المصري ما يستغناش عن الرز، إحنا أكلنا رز، نعمل إيه بقى؟ طيب نرمي بقى الرز الحبّة وحبّة البايت ده، طب ما إحنا ممكن نخلّيه صابح بقى إزاي يا شيرين هاقول لكم، تجيبي الشعرية تحمّريها في معلقة سمنة، وبعد لمّا تحمر تقومي مزوّداها مَيّة وتحطّي رشة ملح. تمام، لمّا الشعرية تتشرّب المَيّة وتقرّب إن هي تستوي، انزلي عليها بالرز البايت اللي عندِك الحبّة وحبّة، أو الرز الأبيض وانزلي عليه وقلّبيها تقليبة حلوة حُطّي حوالي أقل من ربع كوباية مَيّة، ليه يا شيرا؟ عشان البخار ده يطلع مع الشعرية والرز ويخلّيكِ الرز كإنِّك أنتِ لسه عاملاه دلوقتي أهو، أنا باقول لكم الشعرية لسه إيه، بتغلي أهي، إيه رأيكم بقى في التَّكّة دي؟ ما إحنا لازمًا النهارده برضه نقول لكم تَّكّة حلوة في المطبخ، وبعدين أنا باتعامل معاكم يا جماعة كإني بُصّوا يعني دي حياتي أنا مش هاكدب فيها، أنا مش هاكدب فيها، أيوه أنا باعمل كده. بُصّوا، أيوه أنا باعمل كده، لو عندي رز أبيض ما بارميهوش، يعني أنا ما عنديش طيور يا جماعة عشان تاكل الأكل ده، فباعمل إيه بقى، لازمًا أستفيد بيه، بعدين يمكن ما كانش الواحد حاسس بالدنيا الأول، بس دلوقتي بقيت يعني حاسة إن هي كل يوم الحاجة بتغلى، 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 بتغلى وما فيش بركة، وما فيش بركة، فباحاول إن أنا يعني فاهميني، إن أنا أدبّرها وإن أنا ألمّها وفي نفس الوقت أخلّيها بُصّوا هتشوفوا بقى بُصّوا المَيّة قد إيه، بُصّوا أهوّة أقل من ربع كوباية مَيّة. بس إن البخار بس يطلع يخلّي الرز مع الشعرية حاجة آخر فُلّال. طبعًا عملت هنا البطاطس بُصّوا أهو زي ما أنتم شايفين أهي، قرّبت تستوي البطاطس أقوم نازلة بالكفتة، أول ما تبقى البطاطس نُص سِوَى تنزلي بالكفتة، أنا هنا زوّدتها حبّة مَيّة أهيّة بُصّوا أهي،